السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل بقى صوص الجبنة الجميل اللي انتوا شايفينه ده صوص جبنة رومي. ممكن تعمليه بجبنة شيدر موزاريلا زي ما تحبي. بس كده حاجة جميلة والله. شوف المطة بتاعتها، تتحط جنب بانيه جنب كنتاكي زي ما تحبي، اي اكل ممكن تحطها جنبه. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنبدأ نعمل ايه. انا هجيب هنا معلقة زبدة على النار، هخليهم يسيحوا معايا. حط كمان معلقة زبدة. هستنى لحد ما يسيحوا، واكون مجهزة معلقتين دقيق، وانزل بيهم على النار. وادهم كده تشويحة على الخفيف، مش عايزاهم ياخدوا لون معايا. تمام. فيك ان انتوا تحطي كمان حتة زبدة لو حابة. هي طريقة سهلة جدا جدا جدا، متاخدش في ايدك 10 دقايق على بعضيهم. وتكوني مجهزة معاكي كوبايتين من الحليب. تمام كده. كده ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزة اغمق اكتر من كده. هبدأ انزل بكوبايتين من الحليب عليهم. ابدأ احط كوبايتين من الحليب واقلبهم. لو احتجت حليب تاني بننزل بحليب لحد ما تبقى سايبة معايا بالطريقة دي كده. ولو عندك قشطة حط قشطة. تمام. بهنا كده انا كده يعتبر خلصتها خلاص. انا عندي جبنة مبشورة، وهحط حبة ملح صغيرين جدا لان طبعا الجبنة بتبقى حادقة. واحط شعرة يعني ايه سنة كاري. هنا دي معلقة مرقة دجاج اللي هي السايبة. وتوم باودر وبصل باودر. واقلبهم كويس. يبقى حطينا البهارات بتاعنا: ملح، توم باودر، بصل باودر، مرقة دجاج اللي هي السايبة مش المكعبات. واقلبهم كويس جدا. وعندي هنا بقى الجبنة المبشورة اهيت، هبدأ انزل بيها واقلب باستمرار. تمام. ده نقلبها لحد ما تسيب معايا، لحد ما الجبنة تسيح. هي كده تعتبر خلاص خلصت معايا. هنبدأ نحطها بقى في طبق التقديم، وبألف هنا وشفا. هتعجبكم جدا لو جربتوها. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ومع ألف سلامة. مع السلامة، باي باي.